النهارده عايزين نتكلم على ملخص مؤتمر بيلي وورلد واللي كيفن فاجي حضر خلاله وعرفنا منه شويه معلومات وتحديثات عن فيلم افنجرز دومز داي ومعلومه مهمه عن فيلم سبايدر مان براند نيو داي. فالنهارده هنتكلم بالتفصيل عن المؤتمر ده، فبلاش ان احنا نطول وتعالى نخش في الفيديو. بص يا معلم، في حاله ان انت كنت عايش تحت صخره خلال الايام اللي فاتت، فاللي حصل ان احنا من حيث لا ندري لان انه كيفن فاجي حضر مؤتمر في شنغهاي في الصين، وما كانش فيه اي كلام ولا توقعات على ان كيفن فاجي ممكن يروح هناك المؤتمر ده. وكذلك برضه هناك كان موجود فيه بانل بيخص فيلم افنجرز دومز داي، كان الديكور اللي موجود هناك يعتبر هو مشابه للقلعه بتاع دكتور دوم والكرسي بتاعه اللي هيبقى موجود خلال نهايه فيلم دومز داي. وبالمناسبه التصميم ده برضه كان موجود في نفس التسريبات القديمه اللي احنا اتكلمنا عليها هنا في القناه، وكان في ديكورات لاماكن تانية زي السبوره بتاعت الفانتاستيك فور اللي موجوده في المبنى بتاع باكستر، والعرش بتاع واكاندا اللي هيبقى موجود في كون 616، والاوضه بتاعت بروفيسور اكس من الاكس مانشن من الكون بتاع الاكس مان، وكان في ديكور اخير بيخص الافنجرز بس ده ما فيهوش اي شيء مهم. وطبعا دي حركه تسويق بحيث انهم يفهموا الفانز على ان فيلم دومز داي هتبقى احداثه موجوده في اكتر من كون. ونيجي بعد كده بقى معلم للستيج او المسرح نفسه. في البدايه لقينا انه في شويه ناس يعتبروا لابسين كوسبلاي للشخصيات بتوع الافنجرز، وكان من ضمنهم دكتور سترينج وبلاك بانثر وايرون مان وكابتن امريكا وثور ولوكي وبيتر كويل وجامورا وكابتن مارفل وبلاك بانثر وانت مان وزواس. ودلوقتي قبل ما تيجي تقول لي ان هم كده بياكدوا انه ايرون مان هيبقى موجود خلال فيلم دومز داي، فاحب اقول لك لا، اللي انت فهمته دلوقتي هو غلط، لان ده مجرد هو عرض تقديمي لكيفن فاجي عشان هو يطلع على المسرح ويتكلم على الفيلم بتاع دومز داي. فهم جايبين شويه شخصيات تعتبر هي بتمثل عالم مارفل، وحتى كمان لو تاخد بالك ان هي الشخصيات دي هي مشابهه لنفس الشخصيات اللي كانت موجوده خلال فيلم افنجرز اند جيم حتى من ناحيه الهدوم. وده لان اخر مره كيفن فاجي كان موجود هناك كان بيروج لفيلم اند جيم. فبالنسبه للشو السريع اللي بدا بيه المؤتمر ده مش بيلمح لاي شيء. ثم بعد كده بيدخل كيفن فاجي وبيحيي الجمهور، وبعد كده بيقول مقدمه طويله ملخصه ان هو كان هنا في المؤتمر ده من 8 سنين، وده وقت لما كان بيروج لفيلم افنجرز اند جيم، وهو دلوقتي فخور ان هو موجود وسطهم تاني. وبيقول ان هو ما قدرش انه يجيب كل الممثلين معاه المؤتمر، بس قدر ان هو يخليهم يقولوا الرساله للفانز او الجمهور، وده خلال فيديو مسجل. وبعد كده بنلاقي انه الفيديو ده بيتعرض قدام الجمهور، وكذلك برضه بينزل اونلاين، والفيديو بيبقى موجود فيه روبرت داوني جونيور وكريس ايفنز وكريس هيمسورث، ورسالتهم بكل بساطه ان احنا بنحب المؤتمر بتاع بيلي وورلد وبنحب الصين، وكيفن فاجي خلينا ان احنا نشتغل بمجهود كبير عشان الفيلم ده يعجبكم. وبعد كده شويه كلام حمصي ملوش اي 60 لازمه غير بس ان هو يحمس بيه الناس. وهنا معلم في نقطتين عايزين نتكلم فيهم. النقطه الاولى واللي انت اكيد لاحظتها ان هو ازاي كيفن فاجي بيعرض رساله للابطال بتوع الفيلم، وهنا هو مش جايب غير 3 بس، واللي هو روبرت داوني جونيور وكريس ايفنز وكريس هيمسورث. طب ليه ما جابش شخصيه من الكون بتاع الاكس مان او الفانتاستيك فور؟ ليه مثلا ما جابش سام ويلسون؟ ليه ما جابش اي شخصيه تانية بجانب الممثلين دول؟ والاجابه معلم في حاله ان انت ما شفتش التسريبات اللي احنا كنا بنتكلم عليها هنا في القناه بخصوص فيلم دومز داي، فهي تتلخص في ان هو فيلم دومز داي هيتكلم اصلا عن ال3 شخصيات دول، شخصيه روبرت داوني جونيور واللي هي دكتور دوم، وشخصيه ثور بتاعت كريس هيمسورث، وشخصيه ستيف روجرز اللي هو كريس ايفنز. وخلي بالك ان انا قلت لك دلوقتي من ناحيه ترتيب الاهميه بالنسبه للشخصيات دي خلال الاحداث. وطبعا لو تفتكر معايا الفيديوهات القديمه فاحنا سبق واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده على ان دي تعتبر هي مشكله بالنسبه لشركه مارفل، وده من ناحيه ان هم مخلين فيلم دومز داي بيقدم شخصيه دكتور دوم ولكن من غير ما يقدموا القصه بتاعت دكتور دوم وريد ريتشارد والكراهيه اللي بينهم، وبدل ما هيخلوا في كراهيه بين ريد ريتشارد ودكتور دوم هيخلوا في كراهيه بين دكتور دوم وستيف روجرز، وده بحيث ان هم يربطوا الاحداث بتاعت فيلم دومز داي باخر فيلم يعتبر ناجح بالنسبه لهم واللي هو فيلم افنجرز اند جيم، ويخلوا انه رجوع ستيف روجرز بالزمن يعتبر هو اثر على العالم بتاع دكتور دوم وخلاه ان هو يفقد ابنه وعيلته، وعشان كده دكتور دوم خلال الفيلم هيبقى عايز ان هو ينتقم منه هو تحديدا، ومش هيكون فرق بالنسبه له اي حد تاني ان هو يهزمه او يضربه غير بس ستيف روجرز. فزي ما تقول كده ان هم دلوقتي راجعين للصين تاني بحيث ان هم يحمسوا الناس زي بالظبط ما هم نحمسوا الناس ساعه فيلم افنجرز اند جيم عشان يحاولوا يدوا دفعه للفيلم ان هو يجيب فلوس، وده لان الصين كان ليها دور كبير جدا في نجاح اند جيم. اما بالنسبه للنقطه الثانيه ودي يمكن انت خدت بالك منها، ان روبرت داوني جونيور هنا في خلال الفيديو ده هو لابس تيشيرت موجود عليه الماسك بتاع ايرون مان ولكن وهو مكسور. ولو تفتكر معايا التيشيرت ده برضو احنا اتكلمنا عليه السنه اللي فاتت وقلنا انه التيشيرت ده يعتبر هو بياكد انه في صله ما او علاقه بين شخصيه توني ستارك اللي كان موجود قدامنا خلال عالم الام سي يو وبين شخصيه دكتور دوم اللي هيتقدم خلال دومز داي. وعشان كده برضو خلال فيلم دومز داي او خلال فيلم سيكريت وورز زي ما التسريبات عماله بتقول هنعرف ليه اساسا دكتور دوم هو عنده نفس الملامح بتاعه توني ستارك. والمهم بعد الرساله دي بنلاقي انه في 3 انفلونسرز او مؤثرين على السوشيال ميديا بيطلعوا على المسرح. الاولى جايه وهي عامله كوسبلاي للشخصيه بتاعت هيلينا بيلوفا، والثاني جاي بالبدله بتاعت دكتور دوم وهو اللي عاملها بنفسه، والثالث جاي من غير كوسبلاي بس مع رساله. بالنسبه للشخصيه الاولى واللي هي عامله كوسبلاي للشخصيه بتاعت هيلينا بيلوفا فهي بتساله سؤالين عن عالم مارفل. السؤال الاول بيقول هل شخصيه هيلينا بيلوفا هيبقى ليها دور كبير خلال الاعمال الجايه او خلال فيلم دومز داي، والسؤال الثاني هل شركه مارفل ناويه ان هي تعمل مشاريع تكون ابطالها ستات زي فيلم ستاندر بولتس ولا لا. وكيفن فاجي بيرد على ان هيلينا بيلوفا هيكون ليها دور كبير خلال فيلم افنجرز دومز داي، وبعد كده بيقول جمله مهمه في حاله ان انت مش قادر تستني لفيلم دومز داي فاقدر اقول لك ان هي هتظهر قريب جدا في الافلام اللي جايه. طبعا المعلم الرد ده هو يعتبر رد مش منطقي لان الكلام ده بتاع كيفن فاجي لما
لما انت تيجي عشان تعيده في دماغك تاني هتلاقي ان هو بيقول لك سؤال واحد: هو ايه اصلا الفيلم اللي هينزل قبل دومز داي ويلينا بيلوفا هتظهر خلاله؟ وطبعا الرد الوحيد اللي هيبقى موجود قدامك هو فيلم سبايدر مان براند نيو داي، لان مش هيبقى فيه غير الفيلمين دول بس هينزلوا السنه دي. وسيبك من فيلم افنجرز اند جيم انكور اللي هو هيتعرض خلال شهر سبتمبر، لان ده كده كده هيبقى فيه ريشوت. ولما تيجي يا معلم ترجع للتسريبات وتشوف هي لينا بيلوفا هتظهر امتى بالظبط، هتلاقي ان كل التسريبات اللي كنا عمالين بنسمعها عن ظهور لينا بيلوفا كانت بتاكد ان هي لينا بيلوفا موجوده خلال فيلم سبايدر مان براند نيو داي. وطبعا اتكلمنا عن الموضوع ده من ساعه بدايه التصوير بتاعه الفيلم، وكل شويه بنتاكد اكتر ان هي تعتبر موجوده خلال الاحداث. وبالتالي معلم كيفن فاجي هنا عن طريق التلميح ده هو كده بياكد لك ان هي لينا بيلوفا بالفعل موجوده خلال سبايدر مان براند نيو داي. اما بالنسبه للسؤال الثاني واللي هو بيخص الاعمال النسائيه البطوليه بتاعه مارفل، فعلى حسب الرد بتاع كيفن فاجي فهو بيقول ان شركه مارفل عمرها فوق 90 سنه، واغلب الشخصيات النسائيه اللي هو حاببها هي موجوده خلال فريق اسمه الاكس مان، وهم هيتقدموا قريب جدا. وهنا بين قوسين هو بيلمح على فيلم افنجرز دومز داي على حسب الكلام الرسمي اللي احنا عرفناه، بس ممكن عن طريق الرد ده نفهم كده ان هو ممكن يبقى فيه اعمال مشتقه للشخصيات النسائيه خلال عالم الام سي يو، وده خلال المراحل اللي جايه اللي هي بعد السيكريت وورز ما تنتهي. وده يا معلم ممكن للاسف ياكد الاشاعه اللي احنا قلناها هنا في القناه من حوالي 4 أو 5 سنين، وده لما قلت لك انه كان في اشاعه وقتها بتقول ان شركه مارفل هتعمل فيلم نسائي للاكس مان هيكون الفيلم ده باسم اكس وومن، وساعتها قلت لك انه الفيلم ده هيبقى زي الزفت لان هو هيبقى فيه اجندات والوان ومصايب كتير جدا هتتقدم خلاله. اما بالنسبه للشخص الثاني اللي بيبقى لابس البدله بتاع دكتور دوم فهو بيطلع عشان يساله سؤال مهم، والسؤال بتاعه بيكون ايه اللي يفرق شخصيه دكتور دوم عن بقيه الفيلنز اللي اتقدموا قبل كده، وهنا بين قوسين الكلام هنا على سانوس، وكذلك برضو ازاي ان هو اقنع روبرت داوني جونيور ان هو يلعب الشخصيه. وهنا كيفن فاجي بيرد بان هو دكتور دوم شخصيه معروفه في الكوميكس بتاعت مارفل، وهم ما كانوش قادرين يعملوا له فيلم خاص في خلال عالم الام سي يو، ولكن دلوقتي هم يقدروا، وهو عالم وساحر وحاكم وعنده كاريزما وكل ده لايق على ار دي جي ان هو يعمله. ولما روبرت داوني جونيور سمع كل الكلام ده هو وافق ان هو يلعب الدور. بيقول ان ردة فعل روبرت داوني جونيور ان هو قال له بالظبط ان هو لعب دور اعظم بطل في العالم بتاع الام سي يو، ودلوقتي دوره ان هو يلعب اعظم فيلن بالنسبه لعالم مارفل. وهنا معلم في نقطه مهمه عايزين ان احنا نتكلم عليها ضروري، والنقطه دي ان هو على حسب كلام كيفن فاجي كده ان هم كانوا بالفعل عايزين يعملوا مشروع لدكتور دوم. ولو تفتكر معايا السنين اللي فاتت انا سبق وقلت لكم ان هو كان في مسلسل هيتعمل لشخصيه دكتور دوم، وكان في كلام قبليه على ان ده مش هيكون مسلسل ولكن ده كان هيكون فيلم. والكلام ده كله عشان تبقى فاكر بالظبط هو اتقال امتى، هو اتقال من بعد نزول فيلم دكتور سترينج 2، يعني لسه في خلال الفتره اللي هو كان بيتم التمهيد فيها على ان كانج داينستي هيتعمل، وكان كانج والنسخ بتاعته هيكون هما الفيلنز خلال فيلم كانج داينستي وسيكريت وور. فكده معلم النقطه دي تعتبر هي صح. لو تيجي تقول لي بس ساعتها شركه مارفل ما كانش معاها الحقوق بتاعه الفانتاستيك فور عشان يقدموا دكتور دوم، فانا عايزك ان انت تاخد بالك ان انا لسه قايل لك ان الكلام ده كان ساعه نزول فيلم دكتور سترينج 2، ودكتور سترينج 2 ظهر فيه شخصيه مستر فانتاستيك اللي هو بتاع الفانتاستيك فور، وكذلك برده كان معاه خلال نفس الفيلم بروفيسور اكس، والحقوق بتاعه الفانتاستيك فور او الاكس مان هم كلهم كانوا تبع شركه فوكس. فبالتالي لما الحقوق جت من شركه فوكس وراحت لعالم الام سي يو دلوقتي مارفل هي اظهرتهم خلال فيلم دكتور سترينج 2، فبالتالي التسريبات اللي احنا كنا بنسمع عليها قبل كده زمان هي بالفعل صح، وكان في مشروع خاص بالنسبه لشخصيه دكتور دوم كان هيتعمل. بس كده اللي واضح قدامنا ان هم لغوا كل القصه بتاعه دكتور دوم وان هو كان هيبقى ليه مشاريع مستقله، وده لان هم اكتشفوا من بدري ان هي الخطه بتاعه تقديم كانج على انه يكون الفيلن الكبير تعتبر هي خطه فاشله، فعشان كده شالوا كانج وكل النسخ بتاعته وحط بداله شخصيه دكتور دوم. اما بالنسبه للشخص الثالث فهو بيجي يقول لكيفن فاجي ان انا معايا تصميم، والتصميم ده بيبقى بيديه لكيفن فاجي على انه هديه، وبيكون معناه او الترجمه بتاعته زي ما هم بيقول ان هم عايزين اي تحديث عن فيلم دومز داي. وهنا كيفن فاجي بيرد عليه وبيقول له خلصانه، الفيلم اللي جاي يعتبر هو فيلم افنجرز دومز داي، وبعده هينزل فيلم افنجرز سيكريت وورز، وبعد السيكريت وورز هيتقدموا الميوتنز خلال عالم مارفل. وبعد كده بنلاقي كيفن فاجي بيقول ان هو الفيلم هينزل في خلال شهر ديسمبر، وانا اجيب لكم دلوقتي مفاجاه للتصميم بتاع الشخصيات خلال الفيلم. وبعد كده بيعرض اول كونسبت ارت رسمي من الفيلم، وكيفن فاجي نفسه بيقول ان دي اول نظره رسميه عن التصميم بتاع الماسك خلال الفيلم. وعشان ما اضحكش عليكم انا كنت متجنب ان انا اتكلم عن التصميم ده عشان الكونسبت ارت بالنسبه لي انا شايفه ان هو زي الزفت. انا كنت شايفه لاول مره ان هو حرفيا معمول بالاي اي، وكنت بقول مستحيل ان شركه مارفل خلت ان هو في شويه مصممين يعملوا التصميم ده، وده لان بكل بساطه لو احنا نرجع للسنين اللي فاتت هنلاقي ان شركه مارفل لما عرضت كونسبت ارت الفيلم السنتر بولتس التصميم بتاع الكونسبت ارت كان جامد جدا، لكن لما تيجي عشان تبص للكونسبت ارت اللي هنا يعتبر موجود فيه رعد وشويه حاجات غريبه مشابهه بالظبط لاي تصميم الاي اي بيعمله، فدي حاجه احبطتني انا شخصيا عشان كده ما كنتش عايز اتكلم عن الموضوع. بس سواء عجبك التصميم او لا دلوقتي احنا هنتكلم ونحلل كل التفاصيل اللي موجوده خلاله. طبعا اول شخصيه موجوده عندنا هنا وباينه جدا خلال التصميم ده هو الوش بتاع دكتور دوم، وزي ما انت شايف التصميم ان هي عينه تعتبر هي بتنور باللون الاخضر، وده عشان القوه بتاعه السحر بتاعه. ولما تبص حوالين العين بتاع دكتور دوم هتلاقي انه في شويه اثار لشويه حروق او تشوهات هتبقى موجوده في وشه، وده بياكد ان دكتور دوم خلال الفيلم هيبقى عنده التشوهات اللي هي كانت موجوده في الكوميكس، واللي هي السبب الاساسي اللي هتخلي دكتور دوم يلبس الماسك بتاعه. وتحت دكتور دوم بنلاقي انه لوكي موجود ولكن بشكل خفيف جدا،
جدا، وده اللي هو ممكن يكون بيفهمك ان لوكي هيبقى موجود ولكن هيبقى موجود في الخفاء، وهيكون هو ده القوه الخفيه اللي دكتور دوم بيسعى ان هو يسيطر عليها. وعندك على الشمال موجود ستيف روجرز وهو لابس حرفيا تيشيرت اسود، مفيش اي حاجه مميزه في الهدوم بتاعته غير التيشيرت ده. بس انا معرفش ليه ان هو الشكل بتاع ستيف روجرز اللي موجود هنا هو قالب على الشكل بتاع ميسي. زي ما انت شايف قدامك ان هو ستيف روجرز هيبقى شايل الميونير، والميونير دي هي نفس الميونير المتكسره اللي هي موجوده في الكون بتاع 616 واللي هي جين فوستر رجعتها تاني خلال فيلم سول لافان ساندر. وبالتالي ممكن نفهم ان الميونير الاصليه بتاعت ستيف روجرز اللي هو المفروض كان يرجعها في خلال نهايه اند جيم، هو بالفعل كده رجع الميونير لنفس النقطه بتاعتها. وعلى اليمين عندنا ريد ريتشارد بنفس البدله بتاعت فيلم فانتاستيك فور فيرست ستيبس، وكذلك برضو بقيه الفريق بنفس البدل، ولكن الفرق هنا ان هم لابسين جواكت زي بالظبط التصميم اللي احنا شفناه في خلال نهايه السنه اللي فاتت. ولكن زي ما شفنا في خلال التصميم هنشوف هنا برضو ان هو بين جريم الوحيد اللي مش لابس جاكيت. وعندنا بعد كده على الشمال موجود ثور وهو لابس البدله بتاعته اللي هي تعتبر مشابهه لنفس البدله بتاعت انفينيتي وور، ولكن زي ما قلنا قبل كده نهايه التسريبات كانت بتقول انه في دواير معدنيه باللون الذهبي، هنا بنلاقيها موجوده بشكل واضح. وزي ما انت واخد بالك برضو ان هو الرعد بتاعه يعتبر هو كمان اصفر او ذهبي، وده برضو هو بياكد ان هي الاكشن فيجرز اللي كانت نازله على الفيلم تعتبر هي صح. وبعد كده عندنا سكوت لانج او انت مان لابس نفس البدله بتاعت فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا، وده لان البدله موجود عليها نفس الدايره بتاعت النانو تيك اللي هي كانت موجوده على البدله بتاعته خلال الفيلم. وجنبه بنشوف يلينا بيلوفا وموجود جنبها الفريق بتاع السانتر بولز، ودي تعتبر هي نفس التصميم اللي كانت موجوده خلال البوست كريد سين بتاع الفيلم. ولكن الفرق بين التصميم وبين اخر الفيلم ان احنا شفنا هنا انه اليكسي يعتبر شعره موجود وكذلك هو مقصوص، وبنلاقي بوب او سنتري يعتبر هو مستخبي ورا ولكن لابس هدوم عاديه. وعلى اليمين بنشوف سام ويلسون وخواكين توريس او نيو فالكون، بس دول يعني ما فيش حد مهتم بيهم اساسا. ثم عندنا بعد كده شانج تشي لابس بدله مشابهه لنفس البدله اللي كانت موجوده خلال الفيلم بتاعه، ولكن البدله دي تقريبا هي مسوده اكتر، وده زي التصميم اللي احنا سبق وشفناه قبل كده. وجنبه بنشوف مومباكو وكذلك شوري بنفس التصميمات اللي هي كانت موجوده خلال الاعلان بتاع واكاندا. وبنلاقي تحت الفريق بتاع الاكس مان طبعا سايكلوبس هو لابس نفس البدله اللي احنا شفناها خلال الاعلان، وبيست موجود جنبه على اليمين، والتصميم بتاعه هنا الصراحه احسن مليون مره من التصميم اللي كان موجود خلال فيلم ذا مارفلز. وبنلاقي جنبه موجود ماجنيتو، وهنا بنلاقي ماجنيتو ان هو لابس الخوذه بتاعت البدله بتاعته، والتصميم بتاع البدله هو مشابه لنفس التصميم بتاع كوميكس التيميت اكس مان رقم 62 ل 2001. وتحس برضو ان هي البدله هي قلبه شويه على نفس التصميم بتاع مسلسل اكس مان 97، ولكن ده في بعض الاجزاء مش كلها 100%. وجنب ماجنيتو بنلاقي بروفيسور اكس بنفس التصميم ونفس الجاكيت اللي هو كان بيه موجود خلال الاعلان بتاع الاكس مان. وعلى الجنب الشمال بنشوف نايت كلاولر وميستيك بنفس برضو التصميمات اللي شفناها خلال السنه اللي فاتت. وعندك كمان تشانينج تيتوم يعتبر هو بنفس البدله بتاعت فيلم ديد بول اند وولفرين. وطبعا للتذكير ده يعتبر هو كونسبت ارت، يعني مش 100% دي نفس الهدوم اللي هنشوفها في خلال الفيلم نفسه، اكيد هيبقى في تعديلات في شويه هدوم هتبقى هي ده على حسب اللي هم عايزين ان هم يغيروه على حسب اللي هيلاقي من الفيلم. والمهم المعلومه الاخيره اللي انا محتاج ان انا اقولها عشان المعلومه دي تعتبر هي مهمه جدا، والمعلومه دي معلم ان هو الاعلان بتاع فيلم افنجرز دومز داي محتمل بنسبه كبيره ينزل يوم 25 اللي جاي، وده لان المؤتمر بتاع سان دييجو كوميك كون هيتعمل بعد حوالي اسبوع او اسبوعين من النهارده، والفيلم هيبقى ناقص له حوالي 4 أو 5 شهور عقبال ما ينزل. وزي ما قلت لكم قبل كده ان هو اي اعلان لاي فيلم بينزل قبلها بحوالي 4 أو 5 أو 6 شهور، فبالتالي الاعلان بتاع دومز داي انا بقول لك انه بنسبه كبيره هينزل خلال سان دييجو كوميك كون، فخليك جاهز للاعلان.